يلا السلام عليكم اخوتنا وحبايبنا، تحية طيبة لكل من يتابعنا ويشاهدنا. طبعا منقطعين وياكم وحكم علينا، واغلب العالم جاي تسأل على هذا الانقطاع. حكم علينا وان شاء الله نعوضكم هذا الانقطاع على الموسم الجديد بحيل الله. عندنا تغييرات وترتيبات، وراح ندب لكم ارافل وحمر وايرانيات وش تردون نسوي لكم ونونسكم ان شاء الله على الموسم الجاي. فتعذرونا على الانقطاع، لان تدرون اجواء حاره وما نلحق والحمام قاعد. فهذا الفيديو راح نسوي لكم للتواصل وياكم على المود، خاف تقولون ليش قاطع ويانا. نسوي للتواصل ونشوفكم الحمام اللي عندنا موجود. امهات الخانات والدايه كلها طلعتهن حولتهن للغرفه، الغرفه مال المحميه مال الغنادير وطيور الحوب. اخوي فرغها، حول الطيور من عندها وفرغت، وهاي من فرغت انا قلت ادق لها باصبع على مود راح اخليها بس للدايه. هسه نروح لكم للحمام اللي هناك. فهسه شو راح نسوي؟ احنا الحمام اصعد العصريات اطيرهن او اصعدهن فوق اطشرهن على مود ما يظلن قاعدات. بالاضافه الى عندنا فرخات يعني جاي طير بهن، مثل هسه هاي الجولدن. عندنا ذني كمان قرات صغار، ذيك وحده صفها تيديه. هذني جاي احرك الطيور على مودهن. عندنا هاي الجولدن هاي تشوفونها هسه، هاي هسه اذا طارت ونزلت احط بها اقصها، لان وفت وكفت وسوت اللي عليها. فتقريبا وصلت هسه بالخامسه او بالسادسه. هاي تشوفونها الجولدن بعد استحقت نجلسها نقعدها بعد ما تطير. وكذلك هاي الطيرة هاي مهمنة الكمانجر، هاي من الكمانجرات هم راح اقعدها. هسه اذا طيرناها شوفوا مطيرها من تنزل نطقها منقاص نقعدها، لان وصل بعمر حرامات نضيعت تقريبا بالخامسة بالسادسة، فما نريد نضيعها. راح نطلع لكم الحمام طفرهم فوق، بس يعني للاسف وخبر كلش مؤسف انا شده بقى ذن زوج هنا كمان قرات بنات ما كمله. هذن زوج كراسات سيد محمد نعيم على البانكه، تشوفون هذن هم تقريبا يعني راح يقوم يلقطن. فاذا كمل البنات هسه تقريبا قام يلقطن نعزلهن هم انا وين نحولهن للغرفه. هسه نوصل لكم للغرفه. وهاي القناة كلها فرغناها، ما بقى بيها حمام. شك واحد كمل بناته حولناه، بس للاسف يعني وانا صوت من عندي. قلت هذني خطيه عندي كمان قرات المايات، قلت خله اطلعهن ذني امهات هذني، قلت خله اطلعهن برا يسبحن شويه يلقطن مو بس بالخانه. وعايف الباب مفتوح. هسه جيت ما لقيتهن، طالعات وطيرات ورايحات، والله اللي اعلم هسه وين راحن وين وصلن الكمانجرات المايات. فحتى لو راحن بعد شو نسوي؟ نقول فدوه. شو نسوي؟ راح نطلع الحمام نحركهن شويه. هسه دنا العصر وشويه الجو نقول الهواء شويه برد، لان ذاك اليوم طيرتن على وقت طارن وصعدن عندي كم فرخه الله وكيكهم من نزلن. الحمام نزل هلاك يعني حيا عصلا الطير يضرب ويتمرض. فقلت بعد ما علي بين اطلعهن بس عصريات اخليهن دشر وتحريك هيجي بسيط، يعني ما الح عليهن على مطيرهن على راحتهن خلي يطيرن. بعد شغله لا يجي واحد يتفلسف براسي وها من دور الضايجين تعال ليش ما ننظف الابراج ومكان وصل. انا التنظيف انا ابتعد عن الصراحه، ما يحتاج انظف. اقول خلي بمكانه، اولا يقلل من الحراره اللي مال الصبه مال السطح حتى الطير ما يحتر هاي الحراره. وثانيا انا جاي اجمع بيه بصعد الثلاث ساعة قلبي. طيب
انا جاي اجمع بيه عند احد الاصدقاء عنده دواجن بيوت زجاجيه. وهاي الفضلات الحمام جاي ألمها اجمعها بقواني وادزل هي، فانا اخليه يتاخر جواهن عن مود تصير كميه قونيتين 3 وادزل هي. لا تشيل عن قلبه طلعنا صعده. يلا هذيك البوابة نسويها أنا من البداية، طلع الطيور من عندها مرات، واللي ما يطلع من البوابة يعاند يرجع منها. يلا اصعد فوق. طبعا ذاك اليوم صارت ويانا حالة بسبب المي الحار، ان انا اعطيهن اكل ومي واطلع ما ارجع لهن الا تالي الليل للعصر. فطلع الحمام حد الساعة 10 تقريبا، الحمام المي تلوح الشمس فيصير حار ويشربن من عنده. فمن قمت اجي اطير الفرخات، هذا كان عندي وجبة مال فرخات من المخاليف، طيرتهن يومين الثالث الحمام وقع كله، وقع تهزه مدوبل. شنو سببه؟ سبب المي الحار، كان هذا المي تلوح الشمس وانا ما ادري كله بالشغل يعني. فمن قعدت لهن الصبح وشفت السالفه هيجي وقع عند الحمام، فقمت سويت لهن هذا الفي على مود كله على مود المي، حتى انت تطلع انا ما تطلع. هذا هسه بس يطير وينزل نقصه. اصعد من يمه، هذا استحق القص بعد، احسن ما نضيعه. يكمل العواشر مالته من طيره. اصعد. راح نطلع برا نشوف النشين، نخرع الحمام النشين. انتم هاي الطفر خطينا وعاد هاي اول مرة تطلع. بس لا تروح. تعال 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 تعال. ما انا قاعد. هاي طينا اول مرة تطلع برا. بين الكبار المشلعات متويكات ما يقدرون يطيرن، وبين المخاليف لا والله، المخاليف فرة ثانية يشيل روحه يصعد قبال بالعالي. واو طشار صارن. هاي الفرخة كمان قبل لقيت نفسها بالعالي. انا على مود الفرخات هذن التقريب بيهن 6 و7 جاي نطير بيهن ونفتح الكبار وياهن. الكبير ما عليه بيه، يريد ينزل خليه ينزل. يعني كنتونا عزلناها من الخانات. هاي هذا منو؟ هذا الصغير غريب علي، هذا ما ادري هو هذا. صور مو مالته مال صاحبي هذا صافي. هاد تشوفون هذا الحمام الطشر، كل من اخذ له جهه وحاله. طيرهم فد نص ساعه العصريات 3/4 ساعه على ما يبرد الجو. ما نلح عليهن لان الجو حار، ما نريد ننزل الطيور ونمرضهن ونتعبن بسبب الاجواء.
ويجيك واحد يقول لك ها والله العين انا غيرت الحمام ووقع لي ميت. اجواء مو مال مطيار اخوان، تموز وموت حر. واحنا احنا ابن ادم بشر ما جاي يقاوم على الحر. تعرفون انه تردون طير ينزل من السماء وبهالحر وما يتمرض وما يتأذى ويموت. فالاجواء مو مال مطيار. فانا شو اسوي؟ احسن ما ظل قعدات واحنا نقول يصير خارجة الطير، يعني ما مخرج، يصير ثقيل. فايش نسوي احنا؟ نحرك بيهن تحريك ربع ساعة نص ساعة. العصريات كلش كافة عليهن. انا مشين الطير ما يظل قاعد. هاي بالنسبة للمخاليف. اما الكبار لا، الكبير بعد هو جاي يصفي منتف، كلها متوكل مشلعة. فهاد تشوفون هذا الحمام راح اجيب لكم اياه بالزوم وطشر بالعالي. ما شاء الله. هذا كراس الفاروق خان راح ينزل. هسه حاليا الكاميرا ما مبينات، بس بالعين قدام العين احلى مضيارا. جاي اشوفه كله الحمام مطشر بالعالي، كله صاعد عالي. ما بيه اللمة، كل من وحيده. راح اطبقكم من الغرفة هاي. هاي الغرفة اللي راح نحولها للحمام ان شاء الله. راح افطر من هناك اطبقكم واشوف. يا الله. هذا هنا كان مكان الغنادير وطيور الحوب، الهوسة اللي يسمعونها بالفيديوهات كلها هنا كان مكانها. فانا هذني امهات الداية، امهات الخانات كلها انا حولتها. تعال ولا شتي. هاي الرمانية. طبعا هذا الحمام جبنا بيه جدد اللي من ضمنهن. هذا فحل سخي جبناه جديد تمام. هاي الكمنجر تصوير وله جديد. هذا فحل سلارة، هذا العادي هم جديد. ذاك فحل كمنجر اللي يسمونه تصوير وله، كمنجر من النذير تمام. وهاي الطيارة همين طيارة سخي جبناها جديدة. هذا الحمام جديد ان شاء الله راح نشتغل عليه. وهاي طيارة سلارة. وذن البانتيزات هنا شوفوا وين بيضات. ذن زوج بانتيز. خوش تلقى المكان بالعشمال الغندورة استغلن. هسه احنا خلينا نطلع خلينا نطلع للفرخات نشوف ياها نزل ياها ما نزل. فهذا المكان ان شاء الله راح نرتبه على ما يخلص اخوي يشيل هاي الرفوف مالته كلها. هذا المكان راح نخليه للداية. نشوف الحمام بعده مطشر بالعالي ما شاء الله. صعود عالي كلش عالي. هذا الكمنجر. هذا ذن مصيبة الكمنجرات عندي.
هذول الكمانجرات باعوا ذاك واحد. اول ما خرج اول مطيار له يطير شلون الزواجيل، مطياره سريع ما يوقف، تشوفه كل ساعه بمكان. شوفوا هذا رجع، هذا مطياره سريع يزوبك. هذا اخوه نزل، مطياره يزوبك خبل كل ساعه بمكان، كل ساعه بمكان. بس شنو لمن يخلف يعقل ويصير مطياره حلو، فرص ثانيه تلقاه بالبند بعد ما يتلحق عليه يعقل. بس بتخرجه هو صغير لا خبل، تقول زاجل كل ساعة تلقاه بمكان. عندنا هذا النزل، هذا كراس علي ولا هذا أمه علي ولا أبوه كراس فاروق خان. ايش راح ينزلون عندنا ذني؟ هاي أمايا كمانجر، وهذا كأنه هندي. هذا عنده فرخات طلعتهن، أمهن عراقية بأسود وأبوه تيدي. ها تشوفونه مخلف هسه تو نزل، ما راح ينزل لأنهم راح يقعدن إن شاء الله، لأن استحقن الجلسة. راح ينزل عندنا هاي الطيرة كمانجر راح تنزل. هذا من الكمانجرات. بعد شغلة الفرخات أول مطيار ثاني مطيار أتابعه أظل أطفر له على شيء، ما أخليه يروح وبعيد يبعد. فش أسوي من يشد بعد منه نشة بعد ما عليه بيه يندل مكانه وغصبا عليه ينزل. ما أطفر له. الحمام كله قدامكم هالنزل ما أطفر لهم عفوا وحياتين، هو يندل وينزل ذكي ذكي. هاي عندنا كراس جولدن على تيدي، هاي السوداء ما شاء الله من قاحة، لا طفرت لها ولا لحقتها. الطير ذكي، طبقة ناجحة ما شاء الله. هاي السوداء تشوفونها هاي ما علي بها، هم ذا بلولة من ثانية تشوفون. وهاي كمان قرب نصهن. اصوركم اياهن انا ما ينزلن. هاي لما كمان قرب ذبت روحها. هسه راح اصوركم اياها جوا. خلي هذا التيدي ينزل. هذني ذن الزوج، هذا تيدي نزل واحد فوقه كراس. هذني صار عندنا بالشتاء، ومن خلفين السادسة سابعة طقيت المقص قعدتهم كملن عواشرن هسه، وهسه كملن عواشر ورجعنا نطيرن من جديد. بس هسه شوف تشوفون طار نص ساعة مدري ايش كسر، بس من ينزل هيكان هلاك. ايش بقى عندنا بالعالم؟ بقى عندنا ذنيش سنين كلش عاليات اللي هن الكمنجر اللي قلت لكم عليه المخلف اللي ينقصه، والله ظن اثنين هن اللي قلت لكم اقصهن. ها الكمانجر اللي قلت لكم اقصه، وفرخه ابوها تيدي امها عراقيه، بكت الوحين يجون بالزوم. تشوفون هذا السواد، هاي شوف شلون عالي كلش، حتى بالزوم ما يجن. شنو اللي حاطن؟ هاي الفرخة الطينة اللي طلعت قام تطفر.
نحرك الهين. قاعد الفرخة السوداء ذيك هناك هناك شو تعبت. هذا العلي ولا اللي نزل من ساعة المخلف. وهاي الماي كمنقر. هذا عندنا الكراس نزل. هذا هو فرخة يعني بشهر الخامس، لا شهر الرابع والله. خلينا ننزل عندنا هذا الفحل الكمنقر الكبير. وبقت عندنا هاي الفرخة السوداء كراس تيدي على الجولدن. هاي الفرخة نزلت. هذا الكمنقر نزل راح ميت. خل اشوفكم اللي نزله. هذا كراس التيدي لاني يعني هن الكراسات اللي قلت لكم جرى عندنا 4 ساعات في شهر الرابع. 4 ساعات لو 5 قصيناه قعدناه. هسه كمل عن العواشر. شوفوا انتم شو ثين الفحل. هذا الكمنقر تو نزل. هاي التشينا هم كانت طايرة كبيرة. بقى عندنا 3 بالعالي كلش. بس اذا عرفن 3 ما ندري بيهن. فحل كمنقر ومخلف كمنقر اللي قلنا نقصه، وفرخة. هي الفرخة ابوها ثيدي امها عراقية. هذا جبن بالزوم. هاي لا هذا ذن 2 صارن. ها باش بعدهن. ضاع بالموبايل. اي والله حاليا 3 تنسمى. واحدة منهن الفرخة. اي والله الفرخة. والله 4 ذلنا صارن. واو. بعد رابحن منو. شوية قام يبدأ بالنزول. راح نظل نتابعهن لما ننزلن. كمل لكم الفيديو. يوم هذا واحد من الفرخات اللي كانت بالبنت. هذا الفرخة كمنقر. وذني قام ينزلن وياها. شو نسوي؟ كان شيلها هاي مالت العابة. ذا بروحه. لان اللي قلت لكم من يطير مرعبر كأنه زاجد بس يركض يشطب ما يبقى فوق. ساعة فوق ساعة جوا بس من يكبر يعقل. خلي ينزل هسه واشوفكم يوم. هذا التيدي نزل. هذا من اللي كان عند بالبند. طب نهبد يا الله شلون نزل مقرم. خلي اروح اشوفكم ذاك. بقى عندنا ذنب العالي. فحل كمنقر مخلفة كمنقر.
هذا انا اسميه تيدي 3000. وين هذا اللي هسه كان. هذا من اللي زين كان بالبند الأربعة. هذا الفحل كمندر قام ينزل. ايش حالاته بيوم السباق؟ واحد يصير عنده هيك نزول. بعد وحدة وين هذيش. وبعد الفرخة اللي قلت لكم عليها اللي ابوها تيدم عراقية. هاي بعد استحقت القصوى اللي قلت لكم عليها. حتى تشوفون الحمام كله نزل وهي بعد هي. راح نظل ننتظرها لما تنزل. شوفوا نزولها. هاي الفرخة اللي جت. الحمد لله. هاي الفرخة جت. من البند شمرت بعد ما شفتها. توها وسط. هاي اللي ابوها تيدي وامها عراقية. خلي احرك لهن الطيور حتى نزلن بساعة. هسه اذا نزلن شوفوا النزول مالهن شلون هالكانات تعبانات. يلا هاي الفرخة طبعا اللي نزلت اخير شي كمنقر. هاي شوي بيها تعب. هذا لا سيلها تيدي طبعا هو العلم بيطخه خطيه. طبعا هاي الفتحات سويتها انا مد الفرخات. انا عندي الكبار تنزل منها من هاي الفتحه. بس الفرخات من قمت ادشرها ما تندل من تنزل. شقيت لي هذا السين قمت ارفعها هيك لي فوق وخلي الحمام كله ينزل. سببهن شقيت السين سبب الفرخات. حركة جاي حركة زين الفرخات اللي نزلها هذا. قر نزلت. هاي اللي استحقت القص هسه بقولها. يعال نزلت طاحت على وجهها. ما صار بيها خطية. بقت عندنا فرخة. هاي الفرخة هسه تنزل هنا نفس المكان. هاي الفرخة جتي بقى راح تنزل هنا نفس المكان. تنزل شوفوا شلون نزلت والله دبت روحها. وينها؟ هاي خلنا ننزلها يكتب. هاي اللي هسه نزلت الفرخة. لهنا نوصل نهاية الفيديو ونقول لكم اللي ما مشترك خليه يشترك والمشترك خليه يدعمنا بلايك فضلا وليس امرا. وتحياتنا لكم وفي امان الله. اخوكم حيدر ابو التور.